صحابي واجه أسد في ساحة المعركة وجها لوجه وقتله. في معركة صعبات ضد الفرس، كسرى جهز كتائب انتحارية اسمها بوران، وحلفوا إن ملك فارس مش هينتهي طول ما هم عايشين. بس المرة دي ما كانوش لوحدهم، الفرس جابوا معاهم سلاح مرعب، أسد ضخم ومفترس مجهز خصيصا أو مدرب خصيصا إن هو ينهش لحم وأجساد المحاربين، وكانوا مسمينه المقرب. أطلقوا الأسد على جيش المسلمين، وفي لحظتها ساد الرعب في الصفوف في ثواني. لكن فجأة خرج من وسط المسلمين واحد ما بيعرفش الخوف، تقدم بقلب ثابت وواثق في نصر الله، وبدأ يصارع الأسد بكل قوته. متخيل المشهد؟ إنسان بيصارع أسد، بعد طعنات قوية واشتباك أسطوري سقط الأسد صريعا تحت أقدام هذا البطل. عارفين مين البطل ده؟ إنه الصحابي الشجاع هاشم بن عتبة المعروف بالمرقال، وهو ابن أخو القائد العظيم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين.